يوم عاشوراء هو يوم مميز لكل مسلم، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو اليوم اللي قتل فيه سيدنا الحسين عليه السلام في كربلاء، وهو اليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا موسى من فرعون. وللسبب ده بدأ سيدنا موسى ويهود بني إسرائيل يصوموه، ومن بعد سيدنا موسى سيدنا محمد صام يوم عاشوراء وقال إننا كمسلمين أحق بيه من اليهود، وبقى من المناسبات الإسلامية. ومن وقتها إحنا كمسلمين بنصومه وبنسبقه بيوم، وبنعمل طبق العاشورة اللي ورثناه عن جدودنا. لكن تعرف انت بقى ان يوم عاشورة يوم مختلف في المغرب؟ لانهم بيحتفلوا باليوم ده بطريقة مختلفة عن باقي المسلمين. فالموضوع ما بيقفش عند الصيام، لا، ده بيكون ليه طقوس مختلفة تماما. في ليلة عاشورة بيكتر ظهور السحرة والدجالين، وفي المغرب بيسموا ليلة عاشوراء أو عيشورة زي ما بيطلقوا عليها بليلة السحر الأسود. حلقتنا النهاردة من الحلقات الغريبة جدا، هنتكلم عن عادات بتحصل كل سنة في يوم عاشورة في المغرب. أهلا بيكم في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. في اليوم ده بيتجمع كل السحرة في المغرب، وتحديدا في مدينة مكناس، عند ضريح شخص مبروك أو ولي من وجهة نظرهم، واسمه ضريح الشيخ الكامل. والضريح ده بيحوي سحرة كتير، والستات بتيجي للضريح ده قبل يوم عاشورة ب10 أيام، ويفضلوا جوه المسجد لحد الليلة الكبيرة وهي ليلة عاشورة. والستات بقى بتطلب من الشيخ الكامل كل اللي عايزينه يحققوا ليهم وياخدوا من بركاته. البنت اللي لسه ما اتجوزتش بتطلب من الشيخ الكامل انه يجوزها، واللي مش بتخلف بتطلب تخلف، واللي متجوزة لكن عايزة تخلي جوزها تحت طوعها ويسمع منها أي شيء تطلبه بتطلب ده من الشيخ الكامل. ده غير اللي عايزة تأذي ضرتها أو جارتها. يفضلوا الستات بقى 10 أيام جوه الضريح، وفي يوم عاشورة يخرجوا الستات لسوق مكناس، وده سوق بيتباع فيه لعب كتير أوي للأطفال مصنوعة من الفخار. والستات بتشتري الألعاب دي ويحطوا جواها السحر اللي عملوه جوه ضريح الشيخ الكامل. طبعا حضرتك هتسأل وهتقولي اشمعنى بيحطوا السحر ده جوه لعب الأطفال؟ هقول لك أنا بقى، ده عشان عندهم عادة في ليلة عاشورة إنهم بيدوا الأطفال ألعاب كهدية، حاجة كده زي الكريسماس في أوروبا. المهم، بتيجي بقى الست اللي عاملة العمل لضرتها أو صاحبتها أو أيا كان مين، تروح حاطة السحر جوه اللعبة اللي هياخدها ابن الست دي، ويجي الطفل بمنتهى البراءة ياخد اللعبة لبيته. كده خلاص، شكرا، العمل يبقى جوه البيت والأذى يشتغل. وفي يوم عاشورة في نص الليل سكان مكناس بتخرج وتولع نار في الشوارع. النار دي بيسموها الشعالة، بإيدوها ويعملوا طقوس السحر بتاعتهم بإنهم يفضلوا يرقصوا حوالين النار. والستات دي تدي الأولاد المراهقين الأعمال ويرموها جوه الشعالة، وأول ما يلمس العمل النار السحر يشتغل على طول. طيب احنا كده فهمنا الغرض من إن الأسحار تروح للبيوت جوه لعب أطفال. ليه بقى هنا المراهقين هم اللي بيرموا الأسحار في الشعالة؟ ده لأنهم عندهم اعتقاد إن لما المراهق هو اللي يرمي العمل في النار مفعول السحر هيكون أقوى، وده عشان بيكون عند الشباب في السن ده طاقة قوية بتجذب الشياطين ليهم وتقوي العمل أكتر. ومن الحاجات الغريبة كمان اللي بتحصل يومها في مكناس هو إن في الليلة دي بيولعوا نار حوالين القبر المنسي. وده قبر في نص شارع من شوارع مكناس، مش مكتوب عليه اسم المدفون فيه، لكن الأسطورة الدايرة عن إن القبر ده مدفون فيه ابن الملك المولى إسماعيل اللي اسمه الأمير نصر. والأمير ده عمل على أبوه انقلاب عسكري وحاول يشيله من الحكام ويمسكه مكانه، لكنه منجحش. فملك المغرب وقتها مسك كل اللي عملوا الانقلاب الفاشل وطردهم من المغرب. أما ابنه بقى فعمل فيه اللي ما يتعمل، وأمر الملك المولى إسماعيل بقطع رقبة وإيد ابنه نصر في ساحة سجن قارة. وإحنا عملنا لكم عن السجن ده حلقة، لو ما شفتوهاش روحوا شوفوها دلوقتي. نرجع لموضوعنا. قالك بقى إن الملك المولى إسماعيل بعد ما عمل كل ده في ابنه أمر في النهاية إنه يدفن في الشارع بقبر ما يتكتبش عليه اسمه. وفعلا ده حصل، وبقى هو الضريح المنسي اللي معلهوش اسم لصاحبه. الحكاوي اللي بتتحكي عن إن الناس بتسمع أصوات خارجة من القبر ده، وكمان بيشوفوا واحد قاعد فوقيه بالليل،
وغير النار اللي بتولع حوالين القبر ده فجأة. ومن هنا الناس قالت إن القبر ده بيحرسه جن اترصد بيه القبر، وكتير حاولت السلطات في مكناس إنها تشيله لكن ما قدروش. كل ما كانوا يحاولوا يهدوه المعدات تتعطل، فسابوه في الآخر. ومن هنا السحرة بدأت تلجأ لضريح لإشعال النار حواليه ويرموا السحر فيه، لاعتقادهم إنهم لما يعملوا كده مفعول السحر هيكون أقوى، لأن اللي بيسكن القبر ده جن قوي. يجي أهم سؤال، وهو ليه السحر بيكتر في يوم عاشوراء؟ وليه بيتم عمل الطقوس دي في اليوم ده بالذات؟ ده بقى لأنهم معتقدين إن في اليوم ده السحر بيكون أقوى لما يتعمل، ومفعوله بيستمر لسنة كاملة، لأن في العادي مفعول السحر مدته بتستمر 40 يوم وبعدها بيرجع المسحور زي ما كان على طبيعته. وعشان يستمر السحر العادي فكل 40 يوم لازم يتم تجديد السحر، لكن في ليلة عاشوراء بيستمر السحر لسنة كاملة وتأثيره بيكون أقوى بمراحل. وأخيرا، فمهما كان اللي بيحصل في يوم عاشوراء عند بعض إخواتنا المغاربة من اللي بيقوموا بالطقوس دي فهو تصرف مشين ومحرم، فإذا كان من باب الأذى فأكيد عقاب ده عند ربنا سيء للغاية، وإذا كان من باب التبرك فهو أكيد كمان محرم، لأنه مفيش إنسان على وجه الأرض ممكن يمنح للإنسان اللي ربنا منع عنه. فاللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين.